اسمه يوتسو، هو ده طالب في مدرسة ثانوية، بس هو شخص انطوائي ومخنوق من البشر كلهم وما بيحبش يختلط بالناس. بيروح يوتسو المدرسة بقى وبيبقى قاعد في الفصل زهقان جدا، هو عايز اليوم الدراسي ينتهي بأي طريقة. بيسمع في المدرسة عن بنت جميلة جدا ومتميزة في الرياضة واسمها بيكون شيندو. كل الأولاد اللي في المدرسة بيبقوا معجبين بيها وعاوزين يكلموها، ولكن طبعا البنت بتطنشهم. المهم بيخلص اليوم الدراسي ويوتسو بيرجع للبيت وبيقعد يلعب على الكمبيوتر الألعاب اللي بيحبها، وبتكون دي الحاجة الوحيدة اللي بتفرحه. بس بتكون جنب صورة الأصدقاء اللي افتروا عن بعض، ولما بيبص عليها بيرجع يزعل تاني. وتاني يوم بقى في المدرسه بيبقى هو اللي المسؤول عن تنظيف الفصل، والمفروض يعني ان هو يقفل باب الفصل بعد ما اليوم الدراسي ينتهي. لكن بيلاقي البنت اللي اسمها شندو بتتكلم مع بنت تانية اسمها كوزي، وهو بيستغرب الواد جدا لان الاتنين دول اصلا ما كانوش اصدقاء. ده بالعكس شندو بتحب الانشطه الرياضيه والمدرسه كلها عارفاها، ولكن هاكوزي بنت انطوائيه ودايما بتغيب عن المدرسه. وفجاه بيبصوا له البنتين مره واحده كده فبيتكسف وبيرجع ينظف السبوره تاني. بيدخل بقى المدرس عليه وبيقول له انت هلا مش مشارك في اي نشاط رياضي ليه؟ مش مهتم كمان بدراستك؟ انت لازم تكون احسن من كده. واثناء الكلام البنتين كان لسه بيبصوا عليه ومركزين معاه على الاخر. وبعد ما بيمشي المدرس يوتسو كان راح يقول لهم ان انا المكلف اللي انا اقفل الباب النهارده، ورايح يعني علشان يمشيهم. ولكن لما بيبص بيتفاجئ ان هم اختفوا من المكان. بيتخض كده وبيترعب لانه بيكون عارف ان هم ما خرجوش من الباب. وفجاه بيسمع صوت غريب جوه الفصل وبتترسم رسومات غريبه على السبوره، والمكان كله بيتغير من حواليه وفي حاجات غريبه بتحصل في جسمه. بيتحول لطيف ضوئي كده وبيختفي من المكان، وبيلاقي نفسه موجود في السماء وبيقع على الارض. وبينزل كده في بحيره ميه قدامه مجموعه من الوحوش الثعبانيه اللي بتهجم عليه. وبيكون مش فاهم ايه اللي بيحصل. بيقوم بقى يوتسو بسرعه علشان يخرج من البحيره، وفجاه بيلاقي هاكوزي وشيندو بينادوا عليه وبيكونوا فرحانين جدا وبيقولوا له اخيرا وصلت. ولما بيخرج من البحيره بيقول لهم هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا فين اصلا؟ ايه المكان الغريب ده؟ فبتقول له شيندو مش مهم الاسئله ديت دلوقتي، المهم ان في شخص غريب هيظهر وراك حالا وهتكون راسه مقطوعه، فما تخافش منه واسمع كلامه. وفجاه بيلاقي شخص وراه فعلا، ولما بيبص عليه بيلاقي الشخص اللي راسه مقطوعه. الشخص ده بقى بيقول له انا هقول لك على قواعد اللعبه، انت مطلوب منك انت وزمايلك انكم تنفذوا مهمات معينه في اللعبه دي، والمهمه اللي مطلوبه منكم دلوقتي انكم تنفذوا طلب كبير القريه لمده 14 يوم، ولو انتهت المده ديت من غير ما تنفذوا المهمه هتموتوا كلكم، والوحوش اللي موجوده في العالم ده مستنياكم علشان تقتلكم. فيوتسو بيقول له انا مش فاهم اي حاجه. فبعدها تضربه شيندو بتقول له اقرا التعليمات وبس. وبيقول الشخص ده مطلوب منكم تنفذوا مجموعه من المهمات، والبنتين اللي معاك نفذوا مهمتين وانت المفروض تنفذ المهمه الثالثه، وكل لما تنفذ مهمه هينضم لكم شخص جديد لحد لما توصلوا للمهمه الاخيره، وانتم اخركم 10 اشخاص. كل شخص فيكم بقى يتحول وهيبقى له وظيفه معينه، زي شيندو بقى اللي بقت ساحره الرياح، وهاكوزي اللي بقت محاربه السيف، وانت كمان المفروض تخلص مهمتك علشان تعرف وظيفتك. وبيلف الشخص ده بقى عجله الحظ، والسهم بيقف عند كلمه مزارع، وهو ده الدور بتاعه. وبيتصدم البنتين اللي واقفين لان المفروض ان هو هيبدا من الصفر لحد لما يوصل لدرجه محارب. وفعلا بيتحول اللبس بتاعه لبس المزارعين، وبيقول لهم يوتسو هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انا مش فاهم حاجه. فبتقول له شيندو انت دلوقتي مزارع، يعني مش هتقدر تحارب غير لما تترقى لغايه لما توصل لدرجه محارب في اللعبه. بس يوتسو برضه مش بيفهم حاجه، وبيقفوا كلهم مع بعض. فبتشرح له شيندو بقى وبتقول له انا اول واحده وصلت للعالم الغريب ده، وده عالم سحر بنلعب فيه وبننفذ مجموعه من المهمات زي الالعاب الالكترونيه بالظبط كده. وانا نفذت المهمه الاولى بتاعتي وكانت ان انا اقتل وحش صغير، ولما جت هاكوزي بقى نفذنا المهمه الثانيه وهي ان احنا ندور على الناس اللي عايشين في العالم ده. ودلوقتي الدور عليك يا معلم علشان تنفذ المهمه الثالثه. والشخص اللي راسه مقطوعه ده بقى اللي ظهر لك اسمه ملك اللعبه، وهو اللي كان طلب مني ان اتصاحب انا وهاكوزي علشان تكون معايا في اللعبه. وبعدين طلب من هاكوزي انها تدخلك انت كمان معانا، وانت كمان هتطلب منك مهمات او حاجات زي كده، وهي انك تدخل ناس تانية للمجموعه بتاعتنا. فالواد طبعا بعد كميه المعلومات ديت دماغه بتعمل ايرور، ولكن بيبدا يفهم الموضوع واحده واحده. بيكون يوتسو بقى مش موجود معاه من الاسلحه غير مجرد فاس كبيره كده وفاس صغيره، لان طبعا رتبته في اللعبه مزارع فما بيبقاش معاه اسلحه كتيره. بعدها بقى بيعدوا على دايره منوره كده، وبتقول له شيندو ان ديت نقطه لتسجيل الاحداث، يعني تقدر لما تلمسها تعرف ايه الاحداث اللي حصلت في المكان ده قبل كده. وفعلا يوتسو بيلمسها والذكريات بتظهر له، وبيلاقي هاكوزي اول لما وصلت على العالم ده كانت عماله بتعيط ومش فاهمه ايه اللي بيحصل. ولما استقبلتها شيندو هي كمان، والبنت كانت محرجه على الاخر. شيندو بقى بتقول له انا اول ما جيت العالم ده كنت مرعوبه جدا لاني لوحدي، ولكن لما هاكوزي جت بدات احس بالامان شويه وحمدت ربنا. فيوتسو بيقول لهم يعني دلوقتي كل اللي مطلوب مننا شويه مهمات نعملها يعني علشان نرجع العالم بتاعنا، دي حاجه بسيطه قوي. ولكن فجاه بقى بتظهر قدامهم الوحوش بتاعه اللعبه، وبتقول له شيندو ان كل ما تقتل وحش من الوحوش دول بترقي نفسك والرتبه بتاعتك بتعلى. الواد فعلا بيطلع السلاح الصغير اللي معاه وبيستعد بكل قوته وبيهجم عليه، ولكن واحد من الوحوش بيضربه بالعصايه بتاعته بكل بساطه وبيكسر له السلاح بتاعه. فبتقول له شيندو شكلك مش هيبقى ليك فايده معانا. فبيقول لها انت ساحره والتانيه ديت محاربه، موتوه انتم. فبتطلع شيندو الصولجان السحري بتاعها وبتضرب عليهم بسحر الرياح، ولكن يوتسو بيلاقيها طلعت شويه هوا بسيط كده وما بيعملوش اي حاجه. بعدها شيندو بتمشي وبتقول له انا مستواي منخفض في اللعبه قوي وده كل اللي اقدر اعمله يعني. هاكوزي هي كمان كانت زي قلتها، والواد المطالب منه بس ان هو اللي يقتله. بيجي يوتسو بقى علشان يمسك السيف بتاعها
هاكوزي، ولكن شيندو بتقوله ان صاحب السلاح بس هو اللي بيقدر يمسكه. فبيطلع يوتسو الفاس الكبيره بتاعته وبيحدفها على الوحش، بس برضه الوحش بيكسرها بكل بساطه. بيضرب بعدها الواد وبيقع على الارض، وبيبص كده على جسمه بيلاقي نفسه خلاص مات. بيبص بعدها على هاكوزي بيلاقيها هي كمان بتموت. وفجاه بقى بيفوقوا هما الاثنين. فبتقول له شيندو ان اللعبه ديت ما فيهاش موت يا عم، لان ده مش جسمك الحقيقي، ولما بتموت هترجع تاني بعد 30 ثانيه زي اي لعبه. فبيقول لها طب يلا بسرعه بقى علشان نقتل الوحش ده. وفعلا البنت بتستخدم الصولجان بتاعها علشان تطلع التراب يشتت الوحش، ويوتسو بيهجم بسرعه بالسلاح بتاعه، ولكن الوحش بيضربه تاني على دماغه. بس الواد بيقدر يغرس السلاح في جسمه، وبعدها هما الاثنين بيقعوا على الارض. وبكده الواد قتل اول وحش ليه في العالم ده. المهم يوتسو بيرجع بعد 30 ثانيه وبيسالهم هو ايه اللي هيحصل لو احنا الثلاثه كلنا متنا. فشيندو بتقول له ان لو اي حد فينا مات في اللعبه فهيصحى بعد 30 ثانيه، بس لو كلنا متنا مش هنصحى وهنموت في العالم الطبيعي بتاعنا كمان. الواد طبعا بيتصدم وبيحس ان هو خلاص محاصر. بالليل بقى بيقعدوا يبصوا على الخريطه بتاعت اللعبه، وبيلاقوا نفسهم لسه في البدايه. بيتفقوا بعدها انهم يروحوا للقريه علشان يعرفوا ايه الطلب بتاعهم وينفذوا المهمه الجديده. فبتقول له شيندو بقى لو نفذت المهمه تقدر تسال ملك اللعبه سؤال واحد، ولو سالته فلازم يجاوبك عليه. وانا بعد مهمتي سالته وقلت له انت اخترتني ليه، فجاوب عليا وقال لي لان في حد انتم تعرفوه طلب مني كده. هاكوزي كمان سالته وقالت له انتم مين، فقال لها احنا ناس من المستقبل. يوتسو بقى بيقول لهم خلاص تمام ماشي، انا حاليا هبدا نوبه الحراسه بتاعتي. وبيقف بعدها علشان يحرسهم، بس فجاه بيسمعهم بيصرخوا، ولما بيروح هناك بيلاقي النار مولعه في المكان، وهاكوزي مرميه على الارض وايديها مقطوعه. وفجاه بيظهر وحش ضخم وماسك شيندو وهي بتقول له اهرب بسرعه يا يوتسو، انت مش هتقدر تقتل الوحش ده. الوحش بعدها بياكل البنت قدامه، وطبعا هي كده ماتت. يوتسو بقى بياخد جسم هاكوزي وبيهرب بسرعه، وبعد فتره البنت بترجع للحياه. هاكوزي بقى بتقف وبيتكلموا، ولكن دراعها ما بيبقاش رجع. بتقول له ان هو مش هيرجع يتكون مره تانية الا لما نقتل الوحش ده او نطلع الدراع من بطنه. فبيقول لها معنى كده ان شيندو مش هترجع الا لما نقتل الوحش او نخرجها من بطنه. فالبنت قالت له ايوه. قال لها تمام، لازم نحاول نكمل المهمه قبل ما نحارب الوحش علشان رتبتنا تعلى وقوتنا تزيد. وفعلا بيكملوا طريقهم وبيروحوا للقريه القريبه، وبيبقى الناس فرحانين جدا بيهم. بيروحوا بعدها بقى لكبير القريه وبيسالوه عن طلبه يعني والمهمه اللي المفروض ينفذوها. فبيقول لهم الطلب بتاعي انكم تقتلوا وحش ضخم جدا ظهر قريب من القريه. الاثنين طبعا لما بيشوفوا بيتصدموا، لان هم علشان ينفذوا المهمه الثالثه لازم يحاربوا الوحش اللي هم بيهربوا منه اصلا. بعدها العيال بتكون محبطه جدا، بس هاكوزي بتقول له احنا لازم نروح علشان ننقذ شيندو. فبيقول لها يوتسو انت ازاي محاربه ومفيش منك اي فايده، خليكي هنا في القريه علشان ما تموتيش وانا هتصرف. لكن البنت بتجري وراه وبتقول له انا عايزه اساعدك. فبيقول لها مش هينفع تيجي لانك لو مت احنا كلنا هنموت. وبيروح بعدها علشان يدور على وحوش علشان يقتلها ويعلي الرتبه بتاعته ويزود قوته. فعلا بيلاقي مجموعه من الوحوش قدامه وبيقتلهم والرتبه بتاعته بتزيد. بيشوف بعدها لوحه البيانات بتاعت هاكوزي وبيتمنى لو كان هو المحارب بدلها. وفي اللحظه ديت بيعرف انها ماتت، وبيقول ازاي انا سايبها في القريه علشان ما تموتش، هو ايه اللي حصل. بيروح جري على القريه وبيلاقيها بتتحرق. فبيفتكر بعدها المهمه بتاعتهم وانهم لازم ينفذوا طلب كبير القريه، وطالما القريه باظت فشكلهم كده فشلوا في المهمه ولا ايه. ولكن لا، لما بيبص على لوحه البيانات بتاعتهم بيلاقي هاكوزي رجعت للحياه مره تانية. فبيستغرب وبيفضل يدور على الناس اللي في القريه بس مش بيلاقي اي حد. فبيروح بعدها عند دايره التسجيل للذكريات وبتشوف هاكوزي بتكلم طفل صغير وبتقول له انا الحقيقه مريضه بمرض خطير جدا وما بقدرش ابذل اي مجهود علشان ما اموتش، بس انا في العالم بتاعكم مش حاسه بالمرض ابدا، قوتي بتزيد كمان، ولما ارجع للعالم بتاعنا هخترع ادويه تعالج المرض بتاعي وكمان الامراض اللي موجوده في العالم كله. بعدها البنت بصوت حزين كده بتقول له انا مش مفيده لاي حد ولكن بحاول اساعد الناس وانقذهم على قد طاقتي. يوتسو بقى لما بيسمع الكلام ده بيتضايق جدا لانه ظلمها. بيشوف الذكريات كمان الوحش الضخم وهو بيهجم على القريه والناس بتهرب، وفي اللحظه ديت بيظهر الوحش ورا يوتسو والواد بيجري بسرعه لانه لو مات كلهم خلاص هيموتوا. بيفضل يهرب لحد لما بيلاقي قدامه وحش صغير وبيهجم عليه بسرعه وبيموته علشان الرتبه بتاعته تعلى وقوته تزيد. بس اول لما رتبته بتعلى الزمن بيقف، الوحش بيتجمد في مكانه وبيظهر ملك اللعبه بيقول له مبروك يا باشا، الرتبه بتاعتك علت ووصلت لرقم 10، من حقك تغير المهنه بتاعتك. وبعدها بيدور عجله الحفر وبيتمنى يوتسو ان هو يبقى محارب ولكن للاسف بيبقى طباخ. بيتضايق في الاول كده من الوظيفه ولكن بيقول انا كده ممكن الاقي سكينه في الاسلحه بتاعتي، وفعلا بيلاقي سكينه. بيتحول بقى للبس الطبخ وبيمسك السكينه وبيبص على جسم الوحش، بيقدر فعلا يشوف اعضائه وديت واحده من مميزات مهنه الطباخ. بيعرف بقى المكان اللي يضربه فيه وبيرجع الزمن تاني، بيضرب بالسكينه فعلا في جسم الوحش والوحش بيقع على الارض ولكن ما بيموتش. وفي اللحظه دي بقى شيندو وهاكوزي بيرجعوا للحياه تاني وبيخرجوا من بطنه. شيندو بقى بتقول له انا ما كنتش متوقع انك تنجح في المهمه ولكن هو ايه اللي انت لابسه ده. فبيقول لها اصل انا بقيت طباخ. والوحش هو كمان في الوقت ده ما كانش لسه مات وبيستعد علشان يهجم عليهم، ولكن واضح ان الوحش ابتدى يتعب بسبب الجرح اللي في بطنه. وفعلا الواد بيهجم على الوحش وبيدخل السكينه فيه ولكن جلده بيبقى صلب جدا وما بيعرفش يوصل له. بيحاول الوحش يضرب يوتسو وبيضرب البنتين وبيموتهم ولكن بيرجعوا للحياه تاني. بيقول يوتسو بقى لشيندو استخدمي سحر الرياح بتاعك، وبعدها بيهجم على الوحش بكل غباء. بيدخل فعلا السكينه جوه الجرح وبيحاول يضربه بالسكينه
سكينه هناك، ولكن الوحش بيطلعه وبيرميه بعيد، وشندو بتطلع على ظهره في الوقت ده وبتستخدم الصولجان بتاعها وبتطلع الرياح وبتفجر دماغه. بعدها الوحش بيقع، وكده تمت المهمه اخيرا وبنجاح. بيظهر بعدين ملك اللعبه بقى ورا يوتسو وبيقول له انت دلوقتي تقدر تسالني السؤال بتاعك. الواد طبعا بيتصدم، ولكن كان محضر له السؤال اصلا. بيقول له هو احنا بعد ما نخلص المهام بتاعتنا ايه اللي هيحصل؟ سيد اللعبه بقى بيوري له فيديو للمدينه بتاعتهم مستقبلا واللي اتدمرت وانتشر فيها الوحوش. بيشوفوا بعدها وحش ضخم جدا وخطير، وفجاه الكل بيرجع للعالم الطبيعي بتاعهم. هاكوزي بقى لما بترجع بتكون مصدومه وبتقول لهم هو احنا المفروض نحارب الوحش ده ولا ايه؟ فبتقول لها شيندو مش عارفه، بس ما علينا، احنا يلا بينا نعيش حياتنا الطبيعيه دلوقتي ونستعد علشان نرجع للعبه تاني. فيوتسو بقى بيسالهم كده وبيقول لهم هو ايه اللي هيحصل لو فضلنا في العالم بتاعنا؟ شيندو بتقول له هنموت كلنا، وبيبصوا على الساعه كده بيلاقوا ان الوقت ثابت، وهم اصلا رجعوا في نفس الوقت اللي اتنقلوا فيه. بيعرفوا بقى ان الزمن جوه اللعبه مختلف عن الزمن بتاعهم، وهم يعتبروا ثابتين في المكان. وبعدها بقى شيندو بتطلب من يوتسو يوصل هاكوزي على البيت علشان هي تعبانه يعني ومش هينفع تمشي لوحدها. ولما بيمشي بيبص بقى للمدينه وبيقول لنفسه انا بكره الناس دي، بس واضح ان المهمه الاساسيه بتاعتي ان انا انقذ المدينه دي من الدمار، والشكل اللي جاي نار. بالليل بقى بيفضل يتدرب وبيدرس شوارع المدينه، وفجاه بيتصل ملك اللعبه عليه بيقول له اسمع التعليمات اللي انا هقولها لك علشان دي المهمه الجديده بتاعتك. انت دلوقتي مطالب بانك تضم بنت جديده للمجموعه بتاعتكم، والبنت ديت موجوده في مدرسه البنات. فعلا يوتسو بيروح لهناك وهو بيكلم ملك اللعبه، بيلاقي مجموعه من البنات بيتنمروا على بنت وبينقذها منهم بالعافيه. بيمشوا هما الاثنين مع بعض، وبيسال بعدها البنت وبيقول لها انت اسمك ايه وليه البنات دول كانوا بيتنمروا عليكي؟ فبتقول له انا اسمي يوكا، والبنات دول كانوا بيتنمروا عليا لاني بعمل فيديوهات على اليوتيوب، وهم يعني متغاظين مني وعاوزين يعملوا زيي. وبعد فتره بقى يوتسو بيلاقي نفسه اتنقل للعالم السحري ودخل جوه اللعبه، والمره دي بتكون معاهم يوكا واللي هي نفس البنت اللي انقذها يعني. بتبقى مستغربه المكان زيه، وبيظهر لها ملك اللعبه برضه بيقول لها على التعليمات. بيدور عجله الحظ والمهنه بتاعتها بتظهر وبتكون ساحره نار. بيقول لهم بقى ملك اللعبه المره دي لو متوا هتصحوا تاني بعد 40 ثانيه مش 30 زي كل مره، والمهمه بتاعتكم انكم توصلوا البضايع لمدينه اسمها مدينه راديو قدامكم 40 يوم ويلا سلام. فعلا العيال بتستعد علشان ينفذوا المهمه الرابعه بتاعتهم، ولكن فجاه بيظهر قدامهم حشره عملاقه بتطلع من جسمها حشرات تانية على شكل دوده، وبترمي عليهم حشرات على شكل كور. بتيجي واحده في يوتسو وبيموت، وبتستعد موكا علشان تستخدم سحر النار، ولكن طبعا سلاحها ضعيف جدا لان رتبتها لسه قليله، وبيتخبط فيها حشره تانية وبتموت هي كمان. شيندو وهاكوزي بس اللي بيكونوا مستخبيين، وبعد ال 40 ثانيه العيال بتفوق تاني. الواد يوتسو بقى بيطلع السكينه وبيقدر يضرب الكور اللي جايه عليه، وبيكون البنات مستغربين جدا هو ازاي قوته زادت بالسرعه دي. بعدها بقى الحشره العملاقه بتهجم عليه، والواد بينط على الحشره وبيطلع على ظهرها، بيطلع السكينه بتاعته وبيقطع رجولها، وبيطلب من هاكوزي تستخدم السلاح بتاعها. بيمسك ايديها فعلا بالسلاح وبينزل على الحشره العملاقه وبيقتلها فعلا، وفعلا بعدها الرتبه بتاعتهم بتزيد. بالليل بقى وهم نايمين بتقوم شيندو بتشوف يوتسو وهو بيتدرب وبيقعدوا مع بعض. شيندو بتمسك ايده كده وبتقول له انا مش قويه زي ما انتم فاكرين، انا ضعيفه جدا ومحتاجاك تساعدني ننهي اللعبه ديت ونرجع للعالم بتاعنا. الواد لما بيشوفها في الحاله ديت بيتاثر جدا وبيوعدها ان هو هيساعدها ومش هيسيبها ابدا. بعدها بقى وتاني يوم العيال بتروح للقريه اللي دمرها الوحوش، ولكن ما بيلاقوش الناس فيها. بيبقوا بقى مش عارفين هيعملوا ايه علشان يوصلوا لمدينه راديو دي، وايه البضايع اللي هم المفروض يوصلوها للمدينه ديت اصلا. بيظهر بعدها شخص كده راكب على حصان، وبيبقى الحصان ده شكله غريب. بيسالوه بعدها عن موقع مدينه راديو، فبيقول لهم مكانها بعيد جدا وفي اخر المملكه، انتم محتاجين 35 يوم بس علشان توصلوا هناك. العيال طبعا لما بتسمعوا بيتصدموا، وبيقول لهم الراجل انتم لازم تستخدموا خيول كمان لانكم لو مشيتم على رجليكم فمش هتوصلوا اصلا غير بعد سنه. فشيندو بعدها بتطلب منه يديلهم الحصان بتاعه، ولكن بيقول لها انا ما اقدرش لاني محتاجه وبستخدمه، ولكن لو عاوزين احصنه ففي مسابقه قتاليه بتتعمل دلوقتي في المدينه اللي جنبنا، واللي هيفوز فيها هيكسب 3 احصنه. فبيفرحوا جدا وبيقرروا يشتركوا في المسابقه دي. وفي طريقهم بقى بيشوفوا مجموعه من قطاع الطرق، والقطاع دول بقى بيقولوا دول شكلهم مجموعه من الابطال، احنا لو خطفتهم هناخد فديه كبيره. وبيهجم عليهم واحد من البلطجيه، ولكن يوتسو بيتفادى هجمته، وفجاه بيظهر صوره ملك اللعبه وبيقول له رتبتك قلت علشان ممنوع تهاجم البشر. فالواد بيتصدم وما بيكونش عارف يعمل ايه، وبيقرروا يجروا ويهربوا بسرعه علشان القطاع دول ما يقبضوش عليه. ولكن القطاع دول بيقدروا يقبضوا على شيندو، ويوكا بتاخد اكوزي وبيروحوا علشان ينقذوها. اما يوتسو بقى فبيسيبهم وبيروح يشترك في المسابقه القتاليه، بس للاسف يوكا واكوزي بيتقبض عليهم هما كمان. وتحس ان العيال دي جايه عليه بخساره يا صديقي. يوتسو بقى في الوقت ده بيحارب الوحوش الصغيره وبيقدر يقتلهم وبيزود رتبته، وبيظهر له ملك اللعبه. بيحرك بعدها عجله الحظ وبيترقى وبيبقى ساحر. بيعرف بقى ان هو بقى معاه سحر العلاج، وكمان بقى بيقدر يقنع اي حد باي حاجه بسهوله. بعدها بقى يوتسو بيروح لمكان المسابقه وبيقدم فيها علشان ياخد الخيول، ولكن للاسف بيخسر وبيتقتل في اول جوله. البنت بقى اللي كسبته اسمها كاهيا، وديت المفروض يعني بنت ملك المدينه. الواد بقى بيروح يترجاها وبيقول لها بالله عليك انا محتاج الخيول اللي في المدينه بتاعتكم. فالبنت بتقول انا موافقه ولكن بشرط واحد، وهو انك تساعدنا نقتل وحوش كتيره. بعدها بقى العيال بتروح لقائد المدينه وبيوافق يديلهم حصان واحد بس. فعلا بقى بالحصان ده بيقدر يوتسو وكاهيا انهم يروحوا ينقذوا البنات، وبيعرفهم يوتسو ان هو ما جابش غير حصان واحد معاه. بتظهر كاهيا بقى فجاه وبتقول لهم انا هجيب لكم خيول تانية بس بشرط تخلوني اجي معاكم واعلمكم القتال بالسيف، لانكم طبعا ما بتموتوش وانا بكده اعرف اموتكم براحتي وتصحوا
يروحوا تاني. العيال طبعا بتتصدم من اللي هي بتقوله وبيحسوها دماغها مشاعة كده يا صديقي. فعلا بقى بتبدا رحلتهم وبيقابلوا وحوش صغيره كده في طريقهم، بيقدروا يهزموهم وبيكملوا الرحله وبيبصوا على الخريطه بيبقى فاضل 15 يوم بالظبط و5 ساعات على نهايه المده. وفجاه بقى بيلاقوا في الطريق مجموعه وحوش على شكل ذئاب بتهجم على الناس. بتنزل عكوزي بقى وبتقول لهم انا لازم انقذ الناس دي، مش هسيبهم يموتوا وانا موجوده. يوتسو بيقول لها يا ست تنيلي، انت عارفه تعملي اي حاجه، وبعدين يعني لو احنا رحنا انقذناهم كده هنتاخر على المهمه بتاعتنا. فبتقول له انا مستعد اضحي بحياتي عشان انقذ اي انسان. يوتسو بقى لما بيسمعها بيتاثر وبينزل هو كمان وبيقول لها وانا معاكي. فعلا بينزلوا من العربيه وبيهجموا على الوحوش، لكن الوحش بيضرب عكوزي وبيهجم عليها ويعضها من رقبتها، والوحش التاني بقى بيضرب الطاسه من ايد يوتسو وبيطيرها. الواد في الوقت ده بيستخدم الاقناع السحري بتاعه وبيحاول يقنع الوحش ان هو يبص وراه، لكن الوحش بيفضل يهجم عليه برضه وما بيرضاش يسمع كلامه. لكن يوتسو بيقدر يضرب الوحش في عينه وبيكون خلاص هيقتله، بس الوحش التالت بيكفره وبيقتل يوتسو، والمفروض كده يستنى ال 40 ثانيه علشان يصحى. وفي اللحظه ديت بقى الجنود اللي في القافله بيهجموا على الوحش وبيقتلوا واحد منهم. ال 40 ثانيه كمان بتاعت عكوزي بتخلص وبتقوم وبيشوفها يوتسو كانت رايحه ناحيه الوحش، والوحش هو كمان شافها وبيهجم عليها. البنت بقى بتفضل ثابته في مكانها وبتفضل تقلب في الاسلحه بسرعه رهيبه، بتقول انا لامتى هفضل ضعيفه كده، انا لامتى هفضل الكل يلحقني، انا مش هكون ضعيفه تاني. الوحش هو كمان بقى بيهجم عليها بسرعه جدا، واول لما الوحش بيقرب منها بتطلع السيف بتاعها وبوم بيدخل في الوحش وبيقتله. بعدها ال 40 ثانيه بتاعت يوتسو بتخلص والوحش اللي فاضل بيهجم عليه علشان يقتله، ولكن الواد بيجري بسرعه ناحيه عربيه اصدقائه، واول لما بيقرب منها بتظهر كاهيا وراه وبتطير رقبته، وبكده اخيرا الكل اتلحق. بعدين بقى يوتسو بيبدا يعالج في المصابين اللي في القافله، وقائد القافله بيظهر وبيشكره على اللي عمله. بيساله بيقولوا انتم رايحين فين؟ فبيرد قائد الجنود وبيقول لهم رايحين على مدينه راديو علشان نودي الاثنين رجاله دول واللي معاهم الطفل علشان يتعدموا هناك لانهم خالفوا اوامر الملك وما سمعوش الكلام. هنا بقى العيال بتفكر وبيقولوا لنفسهم ان ممكن البضائع اللي ملك اللعبه عايزنا نوصلها هي الناس دول، ولا ده فخ معمول لنا علشان ملك اللعبه يشوفنا ولا ايه؟ هنا اتحطوا ما بين خيارين، يا ينقذوا الناس من الموت او ينفذوا المهمه. في اللحظه ديت بقى كاهيا بتقول لهم الملك بتاعكم ده ظالم جدا، عايز يقتل ناس بريئه لمجرد مخالفتهم للاوامر، وكمان مش عاوز يقتلهم في مدينتهم، لا ده عاوز يقتلهم في مدينه تانية علشان شكله بيفكر يحتل كل المدن، عايز يعمل لنفسه سمعه ويخوف بقتل الناس ديت كل المدن اللي عايز يحتلها. انا عمري ما اسمح بحاجه زي كده. بس قائد القافله بقى بيقول لها انا عارفك يا كاهيا، انت قائده الفرسان في مدينه صغيره، مدينتك ملهاش اي لازمه، ولو عرضتينا الملك هيدمر المدينه بتاعتكم كلها. بعدها الاثنين بيستعدوا علشان يهجموا على بعض، ولكن شندو بتمنعهم في اللحظه الاخيره. يوتسو بقى بعدها بيجمع البنات وبيقول لهم احتمال البضائع اللي هنوصلها لمدينه راديو تكون الناس دي. قال لهم يعني وانا من رايي نروح معاهم لمدينه راديو نوصل الناس دي هناك، ولو المهمه اتنفذت فخلاص هننقذ الناس دي، اما لو لا فهننقذ الناس ديت برضه بعدها ندور على المهمه. في اللحظه ده بقى مساعد القائد بيقول انا شايف انهم ما كانش لازم يجوا معاهم. القائد بيقول له ما تقلقش احنا لازم نوصل المساجين دول لمدينه راديو، وبالنسبه للابطال فانا محضر لهم مفاجاه رهيبه. بيبداوا فعلا يتحركوا، ولما القافله بتقف علشان يرتاحوا يوتسو بيطلب من قائد القافله ان هو يكلم الكاهن، ولما بيكلم الكاهن فعلا بيساله انتم مين وايه اللي رماكم هنا. الكاهن بقى بيرد عليه وبيقول له احنا مجموعه من الناس اعتنقنا دين جديد، الملك بقى اتضايق جدا من ده وقتل ناس كتيره مننا جدا، عذبهم وحرق بيوتهم وقرر ان هو يعدمنا في مدينه راديو احنا والطفل ده علشان بس نكون عبره لكل الناس، وانا مش عاوز حاجه من الدنيا غير بس ان الطفل الصغير ده ينجو من حكم الاعدام. يوتسو بقى لما بيسمعهم بيتاثر جدا وبيفهم كل حاجه بتحصل. بعدها بقى لما بيتجمعوا يوتسو بيسال قائد القافله وقال له انتوا ليه عاوزين تقتلوا الناس دول؟ فقال له الملك بتاعنا طيب جدا، عاوز يجمع كل المدن تحت حكمه علشان ينشر الخير والسلام والعدل، وعلشان كده انا بسمع كلامه. وقتها يوتسو بيقول في نفسه كل واحد منهم عنده منطق مقنع ومؤمنين بافكارهم، شايفين ان اللي بيعملوه هو الخير الصح، ولكن احنا مش عارفين الدنيا هتودينا على فين. وفجاه في نص الكلام يوكا بتقول لقائد القافله انت فاكرنا هنصدق الكلام العبيط اللي بتقوله ده؟ اي ملك بيحاول يحتل المدن بيبقى بيحاول بس يحسن صورته قدام الناس ويظهر يعني ان هو بينشر العدل والخير، لكن في الحقيقه الملك بتاعكم ده ملك ظالم ممكن يقتل ناس ابرياء علشان بس يوصل لهدفه. وابسط مثال اللي عمله ده قائد الطائفه لما بيسمعها بيتعصب وبيقول لها انا ما اسمحلكيش تقولي كده، انا ما اسمحلكيش تتكلمي على الملك بتاعنا بالطريقه الوقحه دي. يوتسو وشندو بقى بيحاولوا يهدوا الموضوع وفعلا بيمنعوا الكلام في الموضوع ده نهائي. بعد كده كاهيا بقى بتدربهم على استخدام السيف وبتشرح لشندو ازاي تستخدم السلاح علشان تدافع عن نفسها. في الوقت ده بقى كوزي بتقول يوتسو احنا فاضل لنا 13 يوم و12 ساعه لسه ما عرفناش ايه البضايع اللي هننقلها ولا حتى وصلنا لمدينه راديو دي. بيكملوا طريقهم بقى لحد لما بيوصلوا عند جبل كبير وبيقول لهم قائد الجنود احنا لازم نعدي من وسط الجبل ده، ولكن انا اعرف طريق مختصر لو دخلنا فيها نوصل بسرعه جدا. فعلا بيتحركوا في الممرات اللي في وسط الجبال، وواحد من مساعدين كاهيا بيساعد يوتسو علشان يزقوا العربيه بتاعتهم. بيقول المساعد انا مبسوط جدا علشان انا معاكم في الرحله دي، انا ليا الشرف ان انا اكون جنبك يا بطل. يوتسو بقى لما بيسمعه بيرد عليه وبيقول له انت انسان طيب جدا على فكره. بيكملوا طريقهم لحد لما بيوصلوا لتحت في الجبل وبيدخلوا جواه. بيقول لهم بقى قائد الجنود الكهف ده فيه آلات معدنيه لازم
لازم نستخدمها علشان تفتح لنا الطريق. والمكان ده بقى بيبقى عباره عن قاعه ضخمه جدا، وفعلا بعد ما بيستخدموا الالات بتندفع الميه والترس بيبدا يتحرك وبيظهر طريق حجري قدامهم. لكن فجاه باب الكهف بيتقفل عليهم. بيظهر قائد القافله كده من مكان وبيقول لهم دي نهايه الرحله بالنسبه لكم، واحنا عمرنا ما هنسافر مع ناس بتهين الملك بتاعنا. حاولوا تنقذوا نفسكم وتخرجوا من هنا، مع ان الشك انكم تقدروا تعملوا كده. يلا سلام. طبعا العيال بيتصدموا كلهم لان وقت المهمه قرب ينتهي. لو ما نفذوهاش في الوقت ده هيموتوا كلهم. يوتسو اكتر واحد فيهم كان مصدوم ومش عارف هيعمل ايه. وفعلا لما بيوصل الطريق الحجري بتقف عليه كاهيا كده وبتقول لهم يلا نبدا نتحرك، يلا نحاول نطلع من هنا. فعلا بيبداوا يتحركوا وبتقابلهم شواكيش عملاقه في ممر مستحيل اي حد يعرف يعديه. ولكن يوتسو بيفهم اللعبه وبيطلع لمكان عالي كده وبيلاقي مجموعه من الاحجار اللي مرسوم عليها رموز. بيختار حجر منهم وبيبدا يحركهم في اتجاه مختلف. وفعلا الشواكيش بتبدا حركتها تقل لحد لما بتقف تماما. بيتحركوا بعدها بالعربيه ببطء علشان ما يتزحلقوش ويقعوا من على الممر ده. يوكا طبعا كانت مرعوبه. وفعلا بيوصلوا عند ممر تاني. بيقول يوتسو بقى واضح ان الممر ده سهل جدا والمفروض نمشي فيه وخلاص. لكن لما بيبدا يمشي بتظهر حيطه بتضربه والواد بيقع على الارض من مكان عالي وبيموت. بيصحى بعد ال 40 ثانيه وبيقول انا المفروض كنت اخد بالي واعرف ان الموضوع اكيد مش سهل كده. هاكوزي بقى بتقول لهم انا عندي فكره علشان نعدي من هنا. بتجيب ورقه وقلم وبتبدا تحسب الوقت اللي ما بين كل حيطه. فعلا بيعرفوا الوقت الحقيقي وبتبدا شندو تمشي في الممر. بتنجح انها تعدي وبيوصل البنات كلهم وبيقولوا ليوتسو احنا هنتحرك ونحاول نكمل المهمه بسرعه، اما انت فحاول تخرج من هنا باسرع وقت. فعلا الواد بيحاول ان هو يطلع ولكن بيفشل. البنات بيوصلوا بقى عند باب كبير ولما بيفتحوه بيلاقوا قدامهم وحوش صغيره وبيشوفوا كمان قدامهم تمثال ضخم لازق على الحيطه. ولكن بيتفاجئوا بان التمثال ده نزل على الارض وبيبصوا لهم كده وبيساعد علشان يقتلهم. في الاثناء ديت بقى يوتسو كان بيحاول لسه يطلع. بيقدر يطلع اخيرا ولكن بيكون متعصب جدا. بيقول انا هقتل اللي حبسنا هنا. بيكمل طريقه وبيحاول يمشي في المكان وبيبقى مش شايف اي حاجه من الضلمه اللي حواليه لحد لما بيلاقي دايره ذكريات كده وفعلا بيلمسها. اول لما بيلمسها بيشوف البنات وهم واقفين بيعيطوا. المساعد بتاع كاهيا ميت قدامهم ويوتسو بيلاقي جثه الراجل ده. بيفتكر الذكريات اللي كانت بينهم وبيبقى زعلان على الاخر. بيقول انا اكيد هنتقم من اللي حصل ده، مش هسيب تضحيتك تروح بالساهل يا صاحبي. بيكمل طريقه جوه الكهف فعلا والبنات بتكون الوحوش بتهجم عليهم. بيبداوا يحاربوها ولكن عددها بيبقى كبير وبيقرب منهم الوحش العالي الضخم ده. بتجري عليه كاهيا هي وشندو وبيوصلوا عند الدايره اللي في وسط الممر. بيشوفوا عليه مفتاح متعلق كده وبتقول كاهيا لازم ناخد المفتاح علشان نفتح الباب ونعدي الناحيه التانيه. بتهجم على الوحش فعلا وبتبدا تحاربه وشندو بتضرب الخفافيش وبتوقعها على الارض. ولكن فجاه الوحش الالي بيغرس مخالبه في جسم البنت وبتقع بعدها من الممر في الميه وبتغرق. وشندو ما كانتش مصدقه هي كاهيا ماتت ولا ايه. الوحش بقى بيبص لها كده وبترجع وهي مرعوبه لانها عارفه عمرها ما هتقدر عليه. ولكن وهي بترجع بتتكعبل في الخفاش اللي على الارض ده وبتموته. والوحش هو كمان بيهجم عليها علشان يقتلها. بس فجاه الزمن بيوقف. الوحش الالي اتجمد في مكانه. شندو هي كمان بتفتكر كلام يوتسو وهو بيقول لها لما توصلي لرتبه رقم 10 الزمن هيوقف ويطلع لك ملك اللعبه علشان تغيري المهنه بتاعتك. فعلا شندو بتكون وصلت لرقم 10 بعد ما قتلت الخفاش ده بالصدفه. ملك اللعبه بقى بيظهر لها وبيلف عجله الحظ. والبنت برضه بتفتكر في كلام يوتسو لما قال لها لو الزمن وقف استغل الثواني ديت انك تهجمي على الوحش اللي قدامك قبل ما يتحرك حتى. وفعلا بتروح ناحيه الوحش وبتهجم عليه وبيرجع الزمن مره تانية. ولكن شندو بتتحول بتبقى محاربه ومعاها سيف وبتضرب الوحش بالسيف بتاعها. ولكن ضلوعه بتبقى قويه جدا ما بتقدرش توصل لقلبه. الوحش بقى بيستخدم المخالب بتاعته وبيضربها بس تقدر تنقذ نفسها وبتطلع بسرعه. تجيب السيف بتاعها وبتطلع الدرع وتبص بعدها على جسم الوحش بتلاقيه مجروح وبتفتكر كلام كاهيا. بتفتكر معلمتها ازاي تستخدم السيف وبتقول لها انها لازم تضرب في اماكن محدده علشان تعرف تقتل الوحش. فعلا بتحدد مكان القلب في الوحش وبتهجم عليه بسرعه جدا. بتحاول انها تغرز السيف في قلبه ولكن الوحش بيستخدم المخلب بتاعه وبيقطع لها ايديها. ولكن هي بتهرب منه وبتطلع على ظهره وبتمسك ايديها المقطوعه اللي فيها السيف وبوم بتغرسه في قلبه. الوحش اخيرا مات. يوتسو بقى بيكون يجري علشان يلحق يوصل عند البنات وبيوصل فعلا في اللحظه دي. الوحش الالي بقى بيقع على الارض وشندو بقى بتقول له انت اتاخرت قوي كده ليه؟ ده انا قدرت اهزم الوحش بنفسي يا عم. بتقول له كمان ان كاهيا خلاص اتقتلت. والواد على طول بيجري بسرعه وبينط في الميه. بيبص على كاهيا اللي مرميه على الارض وعماله تنزف وفعلا بيقدر ينقذها. ولما البنت بتفوق بتقوم وهي مش مصدقه انها لسه عايشه. بيقول لها المساعد بتاعها يوتسو هو اللي انقذك من الميه وقدر يعالجك كمان ولكن بذل مجهود كبير واغمى عليه من التعب. البنت بقى بتبص عليه كده وبتقول له شكرا انك انقذتني. وفي عينيها نظره اعجاب وحب واضح جدا. في اللحظه ديت بقى بيوصلوا البنات وبيشوفوها وهي بتبص له باعجاب فبتتكسف منهم جدا. بالليل بقى كوزي بتقول له يوكا فاضل لنا 7 ايام و10 ساعات ومش عارفين يوتسو هيفوق امتى. وفجاه الواد بيفوق وبيقول انا فهمت كل حاجه. ايوه البنات بتستغرب وبتقول له انت فهمت ايه؟ بيقول لهم انا فهمت ايه البضائع اللي احنا المفروض نوصلها. ملك اللعبه لما طلب مننا مهمات قبل كده ما حددش حاجه معينه وكمان في المهمه بتاعتنا اي بضائع ممكن ناخدها وخلاص ونوديها لمدينه راديو وساعتها ننفذ المهمه بتاعتنا
ومعنى كده ان الناس اللي محكوم عليهم بالاعدام لازم ننقذهم. بس علشان نقدر ننفذ المهمه باسرع وقت لازم ننقسم لمجموعتين. انا ويوكا هنروح ننقذ الناس، وشيندو هاكوزو يروحوا يدوروا على اي تاجر رايح للمدينه يكون معاه بضايع وتساعدوه في انكم توصلوها للمدينه، وبكده يبقى نفذنا المهمه بنجاح. طبعا كاهيا بتساله وبتقول له انا دوري هيبقى ايه، فبيقول لها انت اللي هتنفذي الانتقام الاخير، وانا عندي خطه علشان نقدر نهزم القائد ده وننقذ الناس. فعلا شيندو هاكوزو بيتحركوا علشان يدوروا على تاجر معاه بضاعه، بيبقى معاهم كمان المساعد بتاع كاهيا. يوتسو بقى بيشرح لكاهيا ويوكا الخطه بتاعتهم وبيقول لهم انا عايز قائد الجنود يبعت رساله للملك ان المهمه فشلت من غير ما يكون لكاهيا دخل في الموضوع علشان ما يهاجمش على المدينه بتاعتها. فعلا كاهيا بتفهم الخطه وبتقول له اتفقنا. وتاني يوم بيقدروا يلاقوا قائد الجنود فعلا وبيراقبوه من بعيد. وبالليل القائد بيبقى واقف يتكلم مع الجنود بتوعه كده بيحمسهم علشان يكملوا المهمه، ولكن بيتفاجئوا ان يوتسو داخل عليهم وبيسلم. القائد بيستغرب كده وبيقول له انت ازاي قدرت تهرب من الكهف؟ انا متاكد انك مت هناك. بيؤمر الجنود يقتلوا بسرعه، فبيقول لهم يوتسو نتكلم بالراحه لاني مش جاي علشان نتخانق، انا جاي بس علشان اتفاوض معاكم، وانتم عارفين كويس انكم مش هتستفيدوا حاجه لو حاربتوني. يعني لو قتلتوني مهما قتلتوني فانا هصحى كده كده بعد 40 ثانيه وفي الاخر هقدر اقتلكم برضه. فبيقول له القائد يعني انت جاي هنا ليه دلوقتي؟ يوتسو بيقول له ان كاهيا والمساعدين بتوعها ماتوا في الكهف، واتنين كمان من الابطال اللي معايا وقعوا في حفره مش عارفين يطلعوا منها، وما فاضلش غير انا والبنت الفقر دي. بعدها بينادي على يوكا وبتظهر من وراهم وبيقول لهم انا هديكم فرصه لحد شروق الشمس، لو انتم ما سلمتوش لينا الثلاث اشخاص اللي معاكم انا هستعمل سحر الابطال بتاعي وهقتلكم كلكم. بعدها بيمشي هو ويوكا وبيسيبهم. بعد ما بيمشي بقى القائد بيتصدم وبيقف يتكلم مع جنوده علشان يعرفوا هيتصرفوا ازاي في الوضع ده. بيقول لهم احنا لازم نقتل الولد ده بسرعه علشان نقدر نخلص المهمه بتاعتنا. واحد من الجنود بيقول له ازاي يا ريس، ده واحد من الابطال ومهما قتلنا فيه مش هيموت. فالقائد بيقول له يبقى ما فيش غير حل واحد، لازم نقبض عليه ونحبسه معانا لحد لما تنتهي المهمه ويفشلوا. وفجاه بقى بيسمعوا صوت يوكا وهي تدخل عليهم وبتقول لهم ازيكم. طبعا الرجاله بتترعب ويقولوا انت مين؟ إيه اللي جابك هنا؟ فبتقول لهم وطوا صوتكم شويه لان انا جيت من غير ما يوتسو يعرف، انا جاي علشان اعرض عليكم صفقه هتخلصكم من كل الموضوع ده. القائد طبعا لما بيسمعها بيتصدم وبيقول لها انت عايزه ايه؟ بتقول لهم انا مستعد اخدكم دلوقتي واعرفكم المكان اللي يوتسو فيه علشان تقبضوا عليه وهو نايم. فبيقولوا لها وانت ليه تعملي كده اصلا؟ انت شكلك عاوزه توقعينا في فخ. البنت بتقول لهم لا انا مش فارق معايا يوتسو ولا غيره، انا مش عايزه مشاكل مع اي حد وعلشان كده عايز اخلص منه. القائد فعلا بيقتنع بكلامها وبيقول لها انا هاجي معاك انا واحد من الجنود. بيكلم بقى الجندي التاني وبيقول له افضل انت هنا واحرس المساجين دول. يوكا بقى بتبقى مبسوطه وبتقول لنفسها خطتك ماشيه كويس جدا يا يوتسو. وفعلا بتكون مهمه يوكا ان هي تاخدهم وتشغلهم لحد لما يوتسو ينقذ المساجين. وكل لما يسالوها بقى في الطريق احنا هنوصل امتى بتقول لهم كمان شويه، لحد لما بيزهق قائد الجنود منها وبيأمر الجندي اللي معاه ان هو يقتلها بالسيف بسرعه. بيقول له يلا نرجع بسرعه لانه واضح ان ده كان فخ. بيربطوها فعلا بحبل علشان لو فات بعد 40 ثانيه بيرجعوا مره تانيه بقى ناحيه المكان اللي فيه المساجين. ولكن القائد بيتفاجئ يوتسو واقف قدامه وبيقول له المهمه بتاعتك فشلت يا باشا، انا قتلت المساجين الثلاثه وجثثهم مرمين زي ما انت شايف كده، هو حتى الجندي بتاعك انا هولع فيه دلوقتي. فعلا بيولع في المكان كله والجندي بيصرخ وبيتحرق. بيقول له القائد انت اكيد مجنون، انت ازاي تحرقه وهو عايش؟ في اللحظه ديت يوكا بقى بتستخدم سحر النار وبتقطع الحبل اللي مربوطه بيه وبتهرب بسرعه وبتنط ورا يوتسو على الحصان. بيجروا هما الاثنين من المكان. يوكا بقى لما بتركب ورا بتقول كويس ده هم بيجروا ورانا زي العبط لانهم لو شافوا الجثث اللي بتتحرق هيكتشفوا الحقيقه كلها. هنا بقى بنعرف ان يوتسو انقذ المساجين الثلاثه بعد ما قبض على الجندي وربطه وغطى وشه واستخدم لبس المساجين ولبس اللبس ده لعرايس لعبه وكان عملها من القش علشان تبان شبه المساجين وان هو قتلهم يعني وولع في المكان كله. بيقول بعدها بقى يوتسو كده هم يبعتوا رساله للملك ويقولوا له ان كاهيا والمساعدين بتوعها ماتوا والابطال هم اللي بوظوا المهمه بتاعتنا كلها، وبكده مش هتحصل اي مشاكل للمدينه بتاعت كاهيا. بيوصلوا فعلا عند كهف في الجبل وبيكونوا مخبيين في المساجين الثلاثه. بعد ما الطفل ده اتعالج وفاق بيروح يوتسو بقى ليوكا كده وبيقول لها لو كاهيا عملت المهمه بتاعتها يبقى الخطه بتاعتي نجحت بالتمام والكمال. لكن لوكا بتقول له حتى لو احنا موجودين في لعبه وفي عالم غريب انت ازاي قدرت انك تحرق شخص وهو عايش؟ فبيقول لها ان العالم ده عباره عن لعبه مش بشر حقيقي وعادي يعني اما احرق اي حد. اما شيندو هاكوزي والمساعد بتاع كاهيا فبيبقوا قاعدين وهم محبطين جدا. بتقول بقى هاكوزي احنا بقالنا 3 ايام لسه مش لاقيين اي تاجر لحد دلوقتي، الوقت بتاع المهمه بتاعتنا قرب ينتهي وشكلنا كده هنموت ولا ايه؟ في نفس الوقت ده بقى كان قائد الجنود متضايق جدا لدرجه ان هو بيعيط وده بسبب فشل المهمه بتاعته، وكده الملك مش هيثق فيه مره تانية. فعلا بيبعت الملك رساله بكل اللي حصل ده وبيقول يا ترى الملك هيعمل فينا ايه لما نرجع. ولكن بوم بنتفاجئ ان الجندي بتاعه بيتقتل. ايوه الوحش كاهيا ظهرت في المكان وبتقول له ما تخافش من الملك بتاعك لانك اصلا مش هترجع له. القائد طبعا بيبقى مش مصدق اللي بيحصل وبتقول له كاهيا بقى بطريقه مرعبه كده امسك السلاح بتاعك لاني ما بحبش استقوى على الناس اللي زيك. فعلا القائد بيمسك السلاح وبيهجم عليها بقوه ولكن هي بتستخدم السيف بتاعها وبتقطع له ايديه بعدها رجليه. بعدها الجندي بيقع على الارض وهو بيصرخ من الالم ولكن هي بتقطع رقبته بالسيف وبتقول له انا كده انتقمت للمساعد بتاعي. وعلى الناحيه الثانيه بقى في القصر
القصر الملكي. بعد ما الملك عرف الاخبار ديت بيكلم واحد من رجالته بيقول له الابطال دول رغم ان هم طيبين وما بيؤذوش البشر ولكن اتدخلوا وبوظوا المهمه بتاعتنا، علشان كده انا عايزك تدور على اي طريقه علشان اقتل الابطال دول وانتقم منهم. فعلا الراجل بيرد عليه وبيقول له انا هنفذ كل اللي هتطلبه مني، وشكله كده ما بيهزرش يا صديقي. في الوقت ده بقى يوتسو بيقول له يوكا انا عايز اخد معايا 3 حاجات احتمال يكونوا هم البضايع اللي مطلوبه مننا نوصلها للمدينه. راديو فعلا بيحط له 3 صناديق صغيره كده في العربيه، وبتقول له يوكا وهي خايفه انت متاكد انك عايز تاخد الصناديق دي فيها حاجات غريبه جدا. بيقول لها احتمال دي تكون البضاعه. وفعلا بيبداوا يتحركوا علشان يقابلوا شنتو. بتبص بقى كاهيا كده على يوتسو اللي كان في الوقت ده بيكلم الولد الصغير وبيبقى واضح انها معجبه بيه جدا. بتفضل يوكا بقى تبص لها بطريقه خبيثه كده وبتتاكد ان شكلها كده بتحبه. ولما بقى بيقفوا في الطريق كاهيا بتروح ليوتسو كده وبتكون عايزه تعترف له بحبها وبتقول له انا عايزه اقول لك على حاجه. طبعا يوكا بتبقى مستخبيه ورا الحصان وعايزه تسمع هي هتقول له ايه، ولكن كاهيا بتتكسف منه وما بترضاش تقول له حاجه وبيكملوا طريقهم بعدها عادي. يوكا بقى بتكون مبسوطه ومستمتعه جدا بالاحداث الرومانسيه اللي بتحصل حواليها وبيبصوا عليها كده وهي بتعمل حركات غريبه بتحاول تلفت نظر يوتسو. والولد ده بيسال يوتسو بيقول له هي البنت ديت بتعمل كده ليه، هي طبيعيه؟ فيوتسو بيقول له يا عم عادي سيبك منها ده دماغها مشيعه. بتفضل يوكا بقى تعمل خطط خبيثه طول الطريق عشان تخلي كاهيا تعترف بحبها ليوتسو، ولكن كل خططها بتفشل لدرجه ان هي طلبت من كاهيا ان هي تساعد يوتسو في الطبخ علشان يعني يعرفوا يتكلموا مع بعض وتدي لها فرصه تعترف له. ولكن ما بتلاقيش كاهيا اصلا، اول ما بتشوفها بتلاقيها داخله عليهم وهي شايله شيء كبير جدا وضخم وبتقول لهم انا اصطدت الخنزير ده علشان ناكله، وهي ديت الطريقه بقى اللي انا هساعد بيها يوتسو في الطبخ. طبعا يوكا بتتصدم وبتقول لنفسها البنت دي غريبه قوي فعلا. فبتفكر يوكا في خطه جديده تساعدها بيها وبتطلب من يوتسو ان هو يتدرب مع كاهيا على استخدام السيف يعني وكده. وبتقول لنفسها هي بتحب التدريب واكيد يعني لما يتدربوا مع بعض هتتشجع وتتنحنح وتقول له حاجه. ولكن بتتفاجئ ان كاهيا خلصت على يوتسو وبتقول لها يلا الدور عليك يا شاطره. بتفضل تجري وراها ويوكا بتهرب منها، وحرفيا مشهد من اكتر المشاهد اللي ضحكتني الصراحه. في الناحيه الثانيه شيندو بقى وهاكوزي بيلاقوا تاجر رايح لمدينه راديو ومعاه بضايع علشان يوصلها للمدينه. فعلا بيركبوا معاه علشان يوصلوا لمدينه راديو، وفي الوقت ده بيتحرك التاجر اللي معاه البضاعه ومعاه البنات كمان علشان يوصلوا للمدينه. ولما بيوصلوا لمدينه راديو بيودوا المساجين للكنيسه علشان يبقى مكان امن ومحدش يقدر يتعرض لهم، ولكن ما بيبقوش هم البضايع اللي المفروض يوصلوها والمهمه لسه ما اتنفذتش. الحاجه الثانيه بقى اللي قال عليها يوتسو هي السيوف والحاجات بتاعه الجنود، ولكن برضه ما بتطلعش هي البضاعه المطلوبه. وكده بقى ما فاضلش غير الحاجه الثالثه والاخيره واللي هي الحاجات اللي موجوده في الصناديق دي، وبتكون عباره عن رؤوس القائد والجنود اللي قتلوهم وقطعوهم يعني وحطوها في الصناديق دي. والغريبه دي بتطلع فعلا البضايع المطلوبه وبيقدروا ان هم ينفذوا المهمه. في الوقت ده بقى شيندو هاكوزي كانوا ماشيين كده مع التاجر اللي رايح لمدينه راديو، ولكن بيتفاجئوا ان المهمه اتنفذت وبيتقابلوا كلهم في المدينه. بيستعدوا بقى علشان ينفذوا المهمه اللي بعدها، وبتبقى المهمه الجديده بتاعتهم ان هم ينتشروا في المدينه كلها ويحاولوا يكبروا الخريطه بتاعتهم اللي هي الخريطه بتاعت اللعبه يعني اللي معاهم، ويوصلوا لاماكن كتيره جدا ما شافوهاش لحد دلوقتي. فعلا الاربعه بينفصلوا عن بعض علشان يغطوا مساحات اكبر، ولكن قبل ما يوتسو يتحرك بيقف في مكان كده وبيبص على البحر والشمس. بيتفاجئ بقى بان كاهيا جايه ناحيته وبتبقى قررت ان هي تصارح يوتسو بحبها. فعلا بتقف جنبه وبتستعد علشان تقول له انا بحبك، بس بتلاقيه بيستعد علشان يمشي والبنت بترجع عن كلامها. بتساله بتقول له انت خلاص هتمشي، فبيقول لها لازم امشي علشان انفذ المهمه الجديده. كاهيا في الوقت ده بترجع بقى عن قرارها وبتمد لها ايده وبيسلم عليها وبيقول لها بعدها انا فرحان جدا جدا ان انا شفتك، اتمنى اشوفك مره تانية. وبعدين بيمشي. البنت طبعا بتقرر انها تكتم المشاعر جواها وما بترضاش تقول له حاجه، وبتفضل واقفه كده تبص عليه من بعيد وشكلها كانت واقعه جامد الصراحه. في الاثناء ديت بقى يوتسو والبنات بيبداوا ينتشروا علشان ينفذوا المهمه بتاعتهم، ولكن التلج بيبدا ينزل وعاصفه ثلجيه بتغطي المكان كله. يوتسو بيغير اللبس بتاعه علشان يتدفى وبيبدا يتحرك في وسط العاصفه الجليديه، ولكن الموضوع بيبقى صعب جدا. البرد شديد جدا وهم مش متعودين عليه وشكلهم خلاص هيموتوا. هاكوزي بقى بتتعب في نص الطريق وبتقع على الارض وبتبقى على وشك انها تموت من البرد. بتقول انا مش عايزه اموت وبتبقى قاعده تعيط. يوكا بقى كانت بردانه جدا ومش قادره تتحرك، وشندو هي كمان بتحاول تمشي ولكن بتتعب وبتنهار، ما بتبقاش قادره تتحرك هي كمان. تلجوها كمان في الاثناء ديت بيبدا يغطيهم كلهم وبيبقوا على وشك الموت. اما يوتسو بقى فبيفضل ماشي وسط التلج وهو بيقول مده المهمه فاضل عليها 6 ساعات وتنتهي، لازم نوصل للمكان المطلوب علشان ننفذ المهمه دي. ولكن بنتفاجئ بوحش عملاق قدامه وبيضربه ضربه قويه جدا وبيرميه على الارض. الوحش بيحاول يضربه مره تانية ولكن يوتسو بيهرب بسرعه جدا وبيعدي ما بين رجليه. بيجري بعدها وبيبعد عنه وبيقفوا هما الاثنين قدام بعض. فجاه بقى الوحش بيهجم عليه مره تانية ولكن يوتسو بيطلع الطاسه اللي في ايده وبيطير وبيصد الضربه. بيجري بعدها على الوحش علشان يهجم عليه وفعلا بيطلع السكينه وبيقدر ان هو
يقتله. ولكن بعد ما الوحش بيموت بتطلع وحوش صغيرة جدا وهي زعلانة ان امهم ماتت. يوتسو هو كمان كان زعلان جدا علشان هو يتم الصغيرين دول. بيقول لنفسه انا اضطريت اعمل كده علشان اعيش، بس في الاول والاخر كده كده يعني هي ديت لعبة وده ذكاء اصطناعي مش اكتر. بيشوف بعدها بقى المسافة اللي قدامه على الخريطة وبيعرف انه لسه فاضل 5 ساعات قدامه والمدة تنتهي. بس فجأة بقى وهو ماشي الارض اللي تحته بتنهار وبيقع من مكان عالي جدا وبيموت. هاكوزو وشيندو هما كمان ماتوا من شدة البرد وشكلهم خلاص هيموتوا. فعلا في الاثناء ديت كانت يوكا مستخبية وبتحاول تدفي نفسها وبتفتكر كل ذكرياتها في المدرسة مع اصحابها. بتفتكر كل الحاجات اللي كانت بتتفرج عليها وهي صغيرة وكانت بتتخيل نفسها واحدة من الساحرات بتوع الانمي. بتقول لنفسها بعدها هو انا ليه موجودة هنا؟ ده انا ممكن اموت في اي لحظة، انا لازم اكمل طريقي. وعلشان طبعا يوكا كانت لسه عايشة، يوتسو بيفوق بعد 40 ثانية وبيبقى مستغرب جدا ان هو لسه عايش. بيعرف ان اكيد في واحدة من البنات لسه ما ماتتش وبيلاقي نفسه في مكان غريب جدا. والمكان ده علشان كان تحت الارض ما كانش برد قوي وحرارة جسمه فضلت ثابتة وقدر يصحى تاني. بيشوف بعدها قدامه ممرات مرسوم عليها رموز وبيتمشى في الممرات دي. بيلاقي قدامه عظام لكائنات غريبة وبيوصل لقاعة كبيرة وفي نصها دايرة فوسفورية مضيئة. اما شيندو فبتفوق هي كمان بعد ما ال 40 ثانية بيعدوا. ولكن هاكوزي بتفضل ميتة لان التلج كان مغطيها وجسمها خلاص اتجمد. في الوقت ده بقى شيندو بتشوف قرية قدامها والبيوت فيها منورة وبتفرح جدا وبتقول لنفسها انا اكيد هلاقي في القرية ديت اي حاجة تساعدني. فعلا بتروح ناحية القرية ولكن بيبان ان الارض تحتها عبارة عن بحيرة متجمدة. التلج بتاعها ضعيف جدا وبيتكسر من تحتها. البنت بتجري علشان تروح ناحية القرية ولكن بتتفاجئ لما سطح البحيرة المتجمد بيتكسر وبتقع جوه التلج وبتموت. طبعا مش بتقدر تفوق مرة تانية بعد 40 ثانية عشان جسمها هي كمان اتجمد. وكده ما فاضلش غير يوتسو ويوكا وهما الاتنين بيحاولوا علشان يوصلوا لاخر الخريطة. ولكن يوتسو كل لما يدخل في مدخل يلاقي الطرق كلها قدامه مسدودة. بيدخل جوه نفق ضيق جدا ولما بيخرج منه بيلاقي نفسه في مكان برضه مسدود تاني. وفجأة الارض بتتهز وبتخرج دود عملاقة جدا من تحت الارض. بتبدأ تحفر الارض مرة تانية وبتدخل فيها. يوتسو الغلبان بيمشي وراها وهو بيقول في نفسه اكيد الدودة ديت هتعرف تخرجني من المكان ده لو انا فضلت ماشي وراها انا يعني. ولكن بوم بسبب حظه النحس بيتفاجئ ان دودة تانية ضخمة ظهرت وراه بتفتح بقها وبتاكله. وبعدها الواد كده خلاص مات. ما تفضلش بس غير يوكا اللي عايشة ولو ماتت هي كمان فحرفيا عليهم السلامة. بتحاول بقى البنت انها تشجع نفسها وما تستسلمش ولكن ازاي ما عادش فاضل غير انا اللي عايشة؟ ده انا اضعف واحدة فيهم واقل رتبة. فعلا البنت بتكمل في المهمة بتاعتها وبتمشي ولكن بتتصدم جدا وبتنهار على الارض وبتقول لنفسها وهي مبتسمة بيأس خلاص اخيرا لقيت العذر علشان استسلم وشكلي هموت. بتكون محبطة جدا وبتقول انا طول عمري فاشلة وعمري ما اقدر اكمل المهمة بنفسي. فعلا بتبقى على وشك الموت ولكن فجأة بتتخيل قدامها ان واحدة من الساحرات الصغيرة بطلات الانمي بتقول لها انت طول عمرك بطلة من الابطال، ازاي هتستسلمي للموت وما تكمليش المهمة بتاعتك؟ احنا الابطال ما تعودناش على الاستسلام. انت دايما كنت بتتفرجي على الانمي بتاعنا وبتشوفينا واحنا بنحارب الشر بكل انواعه وانت كمان المفروض ما تستسلميش وتبقي زينا. يوكا لما بتسمع الكلام بتعيط وبتمسك الصولجان بتاعها وبتتحمس وبتقول بصوت عالي انا لازم اكمل المهمة، انا مش فاشلة. فعلا بتكمل في طريقها ولكن بتبدا تتعب من شدة البرد وبتتخيل قدامها شخصيات الانمي اللي هي بتحبها علشان تشجعها. بس بتقف وهي مرهقة وبتشوف قدامها قطة ضخمة جدا. في بنت راكبة على القطة دي وبتقول لها البنت انت واحدة من الابطال صح؟ تعالي معايا لو عاوزة تكملي المهمة بتاعتك. يوكا بقى لما بتشوفها بتكون مفكرة انها بتتخيل بس بعدها بتكتشف انها حقيقية. بتركب على القطة فعلا والبنت تاخدها معاها. بيجروا بسرعة بقى علشان يوصلوا للمكان المطلوب ولكن يوكا بتحس باليأس. بتقول مستحيل ان احنا نوصل في الوقت المحدد. بتفقد الامل وبتقول في بالها المهمة عمرها ما تتنفذ اكيد كلنا هنموت. بتبدا تعيط وبتقول في نفسها خلاص اللي حصل حصل. ولكن البنت بتقول لها ما تقلقيش هنوصل في الوقت المحدد. بوم بتطلع من ايديها سلاح وبتقول تعويذة سحرية وبتظهر طاقة سحرية قوية. بتبدا القطة تطير بسرعة رهيبة ويوكا بتستغرب جدا لما بتشوفها. بتسالها وبتقول لها انت واحدة من الابطال ولا ايه؟ فبتقول لها البنت لا انا مجرد واحدة بعرف استخدم السحر وبس. بتبص بعدها يوكا على كارت المهمة بتاعتهم وبتلاقي ان الوقت قرب يخلص. وفي الوقت ده البنت بتعمل طاقة سحرية قوية تانية وبتطير القطة بسرعة والوقت بيكون جرى وميعاد المهمة خلاص قرب ينتهي. فجأة بيظهر بحر قدامهم وبيكون هو ده المكان اللي المفروض يوصلوا له علشان ينفذوا المهمة بس بيبقى بعيد جدا والعداد برضه لسه شغال. يوكا بقى بتغمض عينيها وبتحس انها خلاص مش هتقدر تنجح ولكن فجأة بيفوق كلهم وبيلاقوا نفسهم في المكان اللي بيقابلوا فيه ملك اللعبة وبيبقوا مستغربين جدا ان يوكا قدرت تنفذ المهمة ديت لوحدها. فجأة بقى بيظهر ملك اللعبة ورا يوكا والبنت بتلعب جدا. بتقول له كفايه بقى الرعب اللي انت بتعمله لنا ده. ووقتها ملك اللعبة بيقول لها انت نفذت المهمة بتاعتك وتقدري تسأليني اي سؤال انت عايزاه وانا هجاوبك عليه بسهولة. بتفكر يوكا كده تسأله في ايه لانها بتكون مش عايزة تضيع سؤالها في حاجة. فبتقول له يوكا بقى في حاجة انا كنت عايز اعرفها، هو العالم الغريب ده حقيقي ولا لعبة؟ طبعا الكل بيكون مستغربين جدا من سؤالها ومتأكدين يعني ان العالم ده مش حقيقي. فبيرد ملك اللعب عليها وبيقول لها انتم فعلا في عالم تاني موازي. العالم ده شبيه بالعالم بتاعكم واللي هو الارض. يعني من الاخر كده ايوه ده عالم حقيقي. البشر والكائنات الغريبة اللي انتم بتشوفوها دي هي برضه حقيقية وانتم بس الحاجة اللي مش حقيقية في العالم ده. وقتها يوكا بتبص
يوتسو كده وهم مصدومين، لان معنى الكلام ده ان يوتسو قتل انسان حقيقي، حرقه بالنار كمان لانه كان مفكر انها مجرد لعبه. بيبقى وكمان مش مصدق اللي حصل وكان في قمه الزعل. بعد كده بقى بنشوفهم بيرجعوا مره تانية للعالم الحقيقي، وبيقعد يوتسو في الاوضه بتاعته وهو مصدوم جدا ومش مصدق كل اللي حصل، مش مصدق كمان كل اللي هو مر بيه، وبينام وهو حاسس بالياس وبالصدمه. بيقول لنفسه صحيح انا بكره الناس وما بختلطش بيهم، ولكن مش لدرجه ان انا اقتل انسان حقيقي. كان زعلان جدا. بعد كده بقى بنشوف هو بيبدا يشارك في الانشطه الرياضيه اللي في المدرسه اللي ما كانش بيشارك فيها اصلا. بقى محترف جدا لدرجه ان كل زمايله في المدرسه مستغربين هو ازاي بقى بالسرعه والمهاره دي. ومش بس يوتسو بس اللي حصل فيه اختلاف، ده كوزيا كمان بتشارك في الرياضه مع شيندو بعد ما صحتها اتحسنت شويه وبتحس انها بقت كويسه، بتكون فرحانه جدا. والشكل ده تاثير العالم اللي هم بيروحوا له. وبتقولها كوزي بقى لشيندو واضح ان احنا كل ما نشارك في اللعبه ونرجع للعالم بتاعنا بنكتسب قوه جسديه وجسمنا بيبقى افضل، لدرجه ان صحتي بدات تتحسن بالرغم يعني من اني لسه مريضه بالمرض الخطير يعني. وفي الوقت ده بقى شيندو بتبص على يوتسو كده اللي بيبقى لسه حزين ومتضايق من نفسه ومش مصدق، ايوه مش مصدق اللي عمله في العالم اللي فات. بيحاول يبعد عن الكل وما يختلطش بيهم، وحتى ما كلمش ولا شيندو ولا هاكوزي. ولكن فجاه اثناء ما كان يوتسو ماشي وفي طريقه للبيت بتجيله رساله على الموبايل بتاعه، وبيكتشف انها رساله من ملك اللعبه. ولما بيفتحها بيتصدم لان ملك اللعبه بيساله انت حاسس بايه دلوقتي بعد ما قتلت انسان حقيقي. وقتها يوتسو بيتضايق وبيقرر ان هو يمسح الرساله ويرجع على بيته. بيفكر بقى لو كان اللي حصل ده كله جزء من اللعبه دي، بس بيقرر ان هو يتجاهل كل ده ويعيش الحياه الطبيعيه ويبعد عن اللعبه نهائي، وما يفكرش تماما ان هو يرجع للعالم السحري مره تانية. ولكن برضه بيبقى مصدوم وحزين من اللي هو عمله. وفجاه بيلاقي بنت غريبه ظهرت قدامه بدون مقدمات وبتقول له ازيك يا يوتسو. الواد بيترعب جدا وبيقول لها انت مين بالظبط وايه اللي جابك هنا. بترد عليه وبتقول له كان المفروض ترد على رسالتي، ليه مسحت الرساله اللي انا بعتها لك. يوتسو بيقول لها وانت تبقى ملك اللعبه، ازاي وصلت للعالم بتاعنا وازاي اتحولتي وبقيتي شخصيه بنت صغيره. فبتقول له البنت انت مالكش اي حق انك تسالني في اي حاجه. بيقعدوا بقى مع بعض وبيقول ملك اللعبه ليوتسو جاوب على السؤال اللي سالته لك في الرساله اللي انت مسحتها، احساسك ايه دلوقتي بعد اللي عملته. فبيقول لها طبعا انا ندمان ومتضايق جدا، حاسس اللي انا عملته ده غلط كبير، ولكن انا بقول دايما لنفسي انا عملت كده وانا فاكر ان انا بقتل شخص في اللعبه، وعلشان انا كنت عايز اعمل حاجه كويسه وانقذ مدينه كامله من الحرب والدمار. بيقول له ملك اللعبه بعدها بقى عموما انسى الموضوع ده دلوقتي وما تفكرش انك مش هترجع للعبه مره تانية، لانك مش هتقدر تعمل كده ولازم تكمل المهمات اللي في اللعبه، والا لو ما عملتش كده كلكم هتموتوا في العالم الحقيقي. ويلا علشان اقول لك مين الشخص الجديد اللي انت هتدخله معانا. فبيستغرب يوتسو كده وبيقول له مين الشخص ده. ملك اللعبه بيقول له هتعرف كل حاجه في وقتها. بيديله الكاب وبيقول له البسه دلوقتي، وبيستغرب يوتسو جدا. وفي مكان تاني بقى في المدينه وقدام مطعم صيني كده بيبقى فيه عصابه من الحراميه والبلطجيه اللي مغطيين وشهم باقنعه، معاهم الزعيم بتاعهم وبيقول لهم استعدوا علشان تنفذوا المهمه. في الوقت ده بقى ملك اللعبه بيبقى قاعد مع يوتسو في المطعم وبيساله يوتسو بيقول له انت ليه جايبني هنا. البنت بعدها بتقول له الراجل اللي انت شايفه قدامك ده تاجر مخدرات معروف جدا، واللاعب اللي انا عايزك تضمه علشان يدخل اللعبه معاكم هيدخل دلوقتي وهيحاول يخلص على تاجر المخدرات، وانت وظيفتك انك تمنع الحوار ده. فيوتسو طبعا بيتصدم وبيقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده، مين اللي هيخلص على تاجر المخدرات ده وانا دوري ايه اصلا معاه. البنت بعدها بتكمل كلامها بكل برود وبتقول له اللاعب الجديد ده اسمه كيتا وله اخ اسمه شوجا مشارك معاه برضه في الجريمه دي، فجاز يلا علشان هم يدخلوا بعد 3 2 1. وفعلا في اللحظه ديت الباب بيتفتح وبيدخل البلطجيه وبيهجموا على تاجر المخدرات، ولكن يوتسو بيمد رجله وبيكعبل واحد منهم وبيقول لباقي البلطجيه اللي انتم بتعملوه ده غلط جدا. ولكن البلطجي اللي مرمى على الارض بيضربه بالعصايه في رجله وبيفكر نفسه هيقدر عليه، ولكن يوتسو بيتعصب منهم وبيمسكهم يكسرهم واحد واحد ومفيش حد بيعدي منه. طبعا الواد ما كانش رحمهم ومخلص عليهم واحد واحد، وواحد فيهم بيندى على التاني وبيقول له يا شوجا. لما يوتسو بقى بيسمعه بيعرف ان ده اللي هم عاوزينه، بيقرر يشوف وشه. الواد بقى بيهجم على يوتسو مره تانية، ولكن يوتسو بيتفاداه بكل سهوله وبيشيل القناع من على وشه وبيقول له خد اخوك ويهرب من هنا بسرعه قبل ما الشرطه تيجي وتقبض عليكم. ولكن الواد بيقول له انا لازم اخلص على تاجر المخدرات ده، الزعيم امرني بكده. يوتسو طبعا بيمنعه وبيقول له بطل اللي انت بتعمله ده واهرب بسرعه علشان اللي بتعمله غلط. في نفس الوقت ده بقى زعيم العصابه بيعرف من واحد من رجالته ان الخطه بتاعته خلاص فشلت. بيدخل المطعم بقى وبيقول له خلاص ما تعملش حاجه، وبيوجه كلامه ليوتسو وبيقول له انت مين بالظبط يالا، مين اللي خلاك تعمل كده، انت شغال مع العصابه المنافسه. لكن يوتسو ما بيرضاش يرد عليه، والزعيم بيتعصب منه بيرفع المسدس عليه وبيقول له اتكلم والا هقتلك. في اللحظه ده بقى بيظهر ملك اللعبه، وطبعا الكل بيستغرب لانه عباره عن بنت صغيره واقفه وبتتكلم مع يوتسو، بتديله بعدها قفاز سحري وبتقول له استخدمه. فعلا يوتسو بياخده بسرعه وبيلبسه وبيطلع طاقه سحريه جدا وبيقدر يوقف الوقت. بعدها بيستغل الموقف وبيقدر يضربه وبيرميه على الارض ينزف من كتر الضرب. طبعا كيتا بيبقى مستغرب جدا ومش فاهم اللي بيحصل قدامه لانهم موجودين في العالم الحقيقي وعمره ما شاف سحر بالشكل ده. في الوقت ده بقى بتوصل الشرطه، وساعتها يوتسو بيقول لكيتا خد اخوك واهرب بسرعه. فالواد بيساله وبيقول له انت مين بالظبط. يوتسو ما بيرضاش يرد عليه وبيمشي، وزعيم العصابه في الوقت ده بيفوق وبيمسك المسدس بيبقى عايز يضرب النار على يوتسو من ظهره، ولكن كيتا بيضرب
بيضرب المسدس من ايده وبيقول له عيب عليك تضرب اللي انقذني من ظهره. زعيم العصابه بيتعصب منه وبيقول له انت بتتحداني؟ انت عارف ايه اللي هيحصل لك لو ما سمعتش كلامي؟ ده انت حتى عايش لحد دلوقتي بسببي. كيتا بعدها بيتعصب منه وبيرفع رجله وبيديها على وشه، بيقول له انت ما عرفتش تضرب عيل صغير، هتيجي وتتشطر عليا انا؟ يلا مع السلامه يالا. وفعلا بيجري بسرعه وبيهرب هو واخوه من الشرطه وما حدش كان فاهم حاجه. بعد كل الاحداث ديت بقى بيكون يوتسو واقف يتكلم مع ملك اللعبه وبيقول له انا كده نفذت المهمه، يلا بقى سيبنا نروح. فبيقول له ملك اللعبه صحيح بقى انا كنت عايز اسالك على حاجه، انت دلوقتي انقذت انسان تاني من الموت، إيه اللي خلاك بقى تعرض حياتك للخطر وتعمل حاجه زي دي؟ فبيرد عليه يوتسو بيقول له انا عملت ده علشان مصلحتي انا، لان انا كمان عايز لاعبين جدد ينضموا للعبه وننفذ المهمات بتاعتنا مع بعض، لان بصراحه بديت استمتع جدا باللعبه دي. وبتظهر كده نظره مجنونه في عينه وشكله اتحمس على الاخر. بيكمل كلامه بقى وبيقول انا عندي فضول اعرف نهايه اللعبه دي، ده غير بقى ان انا حاسس دلوقتي ان اقدر اسيطر على المدينه اللي انا عايش فيها، ده انا ممكن كمان في المستقبل اسيطر على العالم كله. وعلشان كده احنا لازم نرجع للعبه، لازم نكملها، لان عايز اعرف ايه اللي هيحصل قدام. وبنعرف احنا كمان في الوقت ده ان كيتا كان متورط مع زعيم العصابه ده، لان الزعيم هدده وطلب منه ان هو يقتل تاجر المخدرات، وده لان ام كيتا وشوجا كانت مديونه بفلوس كتيره للزعيم، وكان العيال مضطرين ان هم يسمعوا الكلام والا هيقتلوا امهم. بس طبعا يوتسو قدروا ان هو يلحقهم قبل ما يرتكبوا الجريمه دي وانقذهم من اللي هم فيه. وفي الوقت ده البنات بيبقوا قاعدين مع بعض في مطعم وبيضحكوا على الاخر. بيسمع يوكا ان كان في عربيه شرطه بتقبض على حد في مكان قريب منهم وبيتوقعوا انها ممكن تكون جريمه. بتقول يوكا بصوت واطي كده اكيد دي مهمه عليك يا يوتسو. بيكون بقى يوتسو لسه واقف مع ملك اللعبه وبيحكي له عن اللي حصل وعن الناس اللي انقذها. بتكون بقى كوزي هي كمان في المدرسه وبتسمع صوت عربيات الشرطه وبتقول في بالها يا ترى المهمه الجايه امتى. في الاثناء ديت بقى كان يوتسو لسه واقف مع ملك اللعبه والبنت بتساله بتقول له انت مفكر نفسك مين؟ يوتسو بقى بيرد عليها وبيقول لها انا مجرد ولد عادي. بيرفع ايده بيشوف القوه السحريه اللي في ايده وبيقول لها مجرد ولد موهوم باوهام العظمه. وعرف اخيرا ان هو غلطان واعترف بده، بس بالرغم من كل ده هو شايف ان اللي عمله صح، العالم حواليه هو اللي كله غلط. انا عارف ان كل اللي انا حاسس بيه ده علشان جنون العظمه مش اكتر، بس ايه المانع يعني؟ إيه المانع لما يكون ده حقيقه؟ بيقف وبيخرج طاقه سحريه كمان من ايده وبيقول انا بقاتل بالعداله اللي انا مؤمن بيها، عشت عمري كله بعمل كده، هكمل حياتي برضو على كده ومش هرتاح غير لما اشوف نهايتك انت كمان يا ملك اللعبه. وبس لحد هنا بنكون وصلنا لنهايه الملخص ده.